ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى العظمة دي؟ حاجة كده ما شاء الله عليها. ومن صدر فرخة واحد هتملي الفريزر بانيه. بانيه الشركات بأطعم وأسهل طريقة. صلي بقى على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده بقى الكورن فليكس اللي احنا هنعمل بيه الكفر الأخير بتاع البانيه. يعني بلاش الكريسبي، الكريسبي بيشرب زيت كتير جدا جدا جدا. انما الكورن فليكس ده بقى احنا هنديله فرمتين كده. مش هننعمه، يعني هنسيبه خشن برضو كده علشان خاطر يبقى يعني مقرمش من بره كده وشكله حلو زي بانيه الشركات بالظبط. دول بقى بصلتين متوسطين. انا فرمتهم في الكبة، بس للأسف الكبة عندي ما بتفرمش البصل كويس. انا عايزة البصل ده يبقى عبارة عن عجين كده، كريمة كده. حطيت عليه نص كوباية من المية وهضربه كويس جدا في الخلاط لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. عبارة عن عجين بصل كده. عايزاه ناعم جدا جدا. ده بقى صدر الفرخة اللي احنا هنعمل بيه البانيه بتاعنا. طبعا قطعته فرمته في الكبة برضو ناعم جدا اهو، يعني عبارة عن عجين برضو مفهوش قطع كده. هنجيب بقى بولة او حلة او اي حاجة انت هتعجني فيها بقى الخليط بتاعك. فضينا بقى البصل بتاعنا، وهنحط معلقة كبيرة من البصل البودر ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، وهنحط معلقة كبيرة من الكاري. تمام كده. وهنحط معلقتين كبار من مرقة الدجاج الفورية، أنا شارياها يعني سايبة من العطار كده. ومعلقتين كبار من اللبن البودر، ورشة ملح يعني ربع معلقة صغيرة، وبرضو نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. ما نزودش الملح يا جماعة علشان احنا هنحط دلوقتي ايه فيجيتار، والفيجيتار طبعا بيبقى مملح علشان خاطر ما يحدقش منك. تمام كده. الكورن فليكس برضو يا جماعة أنا شارياه برضو من العطار يعني سايب. فبيبقى كمية كبيرة وطعمه حلو قوي. ده طبعا الفيجيتار بتاعي برضو شارياه من العطار. يعني جبت ربع كيلو كده، هو مش حار، هو فيجيتار بارد عادي جدا. حطيت يعني تلات ارباعه، يعني تلات ارباع الربع كيلو. تمام كده. هنقلب بقى الخليط كويس جدا لحد ما يتعجن تماما زي ما انت شايفة كده. يعني انت هتشوفيه كده هتلاقيه ضعف كمية الفراخ تقريبا. علشان كده بقى هيعمل معانا كمية كبيرة من البانيه. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونضيفها على الايه المكونات اللي احنا عملناها دي، ونقلبها كويس جدا. طبعا يا جماعة والله العظيم البانيه ده طعمه يجنن، طعمه حلو قوي قوي قوي، والعيال كانوا فرحانين بيه جدا. والله العظيم بجد طعمه حلو قوي قوي. انت هتجربيه وبعد كده هتعمليه باستمرار. العجينة طبعا ايه بتبقى ملزقة وطرية كده. يعني علشان خاطر ايه الفيجيتار اللي فيها وكده. احنا بقى هنجيب كيس تلاجة وهندهنه دهنة من الزيت، وهندهن برضو ايدينا دهنة من الزيت علشان طبعا العجين ده او الخليط ده ما يلزقش في ايدينا ويضايقنا. شايفين يا جماعة والله العظيم بجد طعمه حلو قوي. هتجربيه وبعد كده مش هتبطلي تعمليه. انت هتشوفيه بقى كده تقولي ما هو عجين من جوه. لا هو مش عجين، هو بقى فراخ مفرومة مع فيجيتار، مع المكونات بقى اللي احنا حطيناها. طعمها جميل جدا، وانت اللي عاملاها بايديكي، مش حاجة بقى جاهزة وكده. يعني احنا عمرنا ما بناكل طبعا بانيه الشركات ولا الكلام ده ابدا. بس الولاد والله العظيم قالوا مرة يعني عايزين نجيبه كده، فجابوه اقسم بالله قليته ورميته في الزبالة. ما مش كلوه طبعا، يعني مش متعودين على الحاجات دي وطعمه وحش اصلا. عجين وبس، انما لا فيه فراخ ولا فيه الكلام ده طبعا. يعني مش هيحط لك فيه فراخ ويبقى بقى سعره بالسعر اللي انت شايفاه ده. انما ده حاجة انت بقى عاملاها في البيت طعمها جميل، ولا مواد حافظة ولا اي حاجة. وصدر فرخة واحد عمل لك كمية كبيرة جدا. طبعا على كيس التلاجة اسهل ليكي خالص لما تيجي تعملي تشكلي قطعة البانيه. بتشكليها بقى طبعا بالشكل ده اللي هو بيبقى شكل قطع البانيه الجاهزة. بلاش بقى تضغطي عليه بايديكي، خليها بالمعلقه كده علشان الكورن فليكس ما يلزقش في ايديكي وايه ويتهدريه. يعني طبعا هيترمي منك، هيلزق في ايديكي كتير. طبعا احنا عملنا اول طبقه كده. هنجيب بقى بوله من الميه وهنغطس فيها قطعه البانيه وهي على ايديكي زي ما هي كده بالظبط. مش هتسيبيها في قلب الميه.
وهتطلعيها وهتحطيها في الكريسبي تاني علشان تبقى الطبقة سميكة، يلزق فيها بقى تاني كمية كريسبي حلوة كده، ويبقى ايه في طبقة سميكة فيه، ويبقى شكل وطعم جميل جدا، ويبقى مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه ما شاء الله عليه. حاجة كده انت عاملاها بايديكي والولاد هيفرحوا بها جدا. شايفين جمالها وشكلها وطعمها؟ والله العظيم بجد حلوة قوي. انا كنت بحمره قالي بالبيت بريحته اللي تجنن، ريحته حلوة قوي، تحسي فراخ متبلة كده بتتبيلة حلوة قوي. طبعا زي ما قلت لك كيس التلاجة هيساعدك انك ايه تشكليها بكل سهولة. انا عملت قطعة تانية معاكم علشان اللي ما خدش باله ياخد باله. تمام كده، نصلي بقى على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنقلب بقى القطعة بالكيس كده علشان خاطر ايه، هي طبعا هتبقى لازقة لو انت بتحطيها على رخامة او على اي حاجة، انما في الكيس ومدهون دهنة زيت ما بيلزقش خالص، وهيسهل عليك الموضوع خالص. هنحطها بقى في الكورن فليكس وايه، وهنضغط عليها كويس قوي علشان خاطر الكورن فليكس يلزق فيها. طبعا يا جماعة انا زي ما انتوا شايفين انا ضربته ضربتين في الكبة كده مش كتير، علشان لازم يبقى خشن كده عشان يدينا الشكل والقرمشة اللي احنا بنشوفها في البانيه الجاهز. غطستها طبعا في المية وهرجعها تاني في الكورن فليكس وايه، وهضغط عليها بالمعلقة علشان خاطر يعمل لي طبقة سميكة، يبقى الكفر اللي بره تخين كده. طبعا ولا بتتهري ولا بتتهربد ولا اي حاجة خالص، متماسكة جدا. شايفين جمالها؟ شكلها ما شاء الله يعني حلو جدا. يعني انا اما حطيته في علبة في التلاجة او في الفريزر، يعني شايفين الكمية اللي احنا طلعناها من صدر الفرخة. يعني انت لما تقطعي صدر فرخة بالذمة كده، يعني ما تقطعها بني، هتقطع لك كام قطعة؟ كبيرك 6 قطع، يعني كبيرك 6 قطع بني لما تطلعيه. طبعا ال5 قطع دول كان الكورن فليكس خلص، فانا حطيتهم في الفيجيتار عادي جدا. بس خلي بالك الفيجيتار بيبقى متبل وفيه ملح، يعني هيحدق منك. يعني ال5 قطع الأخارة دول كانوا حادقين شوية، إنما اللي بالكورن فليكس ده طبعا ما كانوش حادقين خالص، يعني كان حدقهم مظبوط تمام كده. أنا بقى حطيت رصيت رصة في العلبة، وجبت كيس تلاجة قسمته نصين وحطيته عشان يبقى فاصل بين الطبقة والتانية. وحطيت بقى ايه طبقة تانية من البانيه، وهنجيب ايه كيس تلاجة تاني وايه نفس القصة كده لحد ما نملى العلبة بيه. وهنحطه بقى في الفريزر كده، تطلعيه بقى في اي وقت كده مع شوية مكرونة، شوية رز بسمتي. والله العظيم بكريب اعملي، قطعيه صوابع كده بقى واعمليه. تقطعيه كده وتعمليه سندوتشات بعيش فينو او بعيش كايزر مع الكاتشب. شايفين قرمشته؟ سمع؟ مقرمش من بره وطري ولذيذ جدا من جوه.